اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف تماما. كل ما حد يشوفني يقول لي انت خسيت ازاي. تعالوا ما اقول لكم ازاي خسيت وبطريقه صحيه جدا، بحيث ان انت لما تيجي تعملي وجبه الفري ما تتخنيش بسهوله، وكمان لما تسيبي الدايت ما تتخنيش بسهوله. طيب عملتي ايه؟ انا هقول لكم دلوقتي. اكلت من كل حاجه ومش حرمت نفسي، وازاي خسيت. هنزل لكم دايت لمدة اسبوع، لو لقيت تفاعل مع الفيديوهات هنزل لكم اكتر، ما لقيتش تفاعل بصراحة مش هنزل تاني. فانتوا تفعلوا بقى علشان انزل لكم ازاي خسيت اكتر من 20 كيلو، وازاي جسمي شد. طبعا اهم حاجة بعد ما بنبدأ دايت بشوية بنلعب رياضة علشان الجسم يشد. تعالوا الاول ما اقول لكم ايه الفطار بتاعي. الفطار ده كان حوالي الساعة 9 الصبح. ده كده معلقة من الجبنة الفيتا، وكمان شريحة لانشون بالزيتون، وكمان ربع رغيف، وكمان كوباية من الشاي. الشاي طبعا بحط عليه معلقة واحدة من السكر. طبعا حوالي الساعة 12 ونص او الساعة واحدة كده بتجوعي، فبتاخدي 2 برتقالة كده. عشان اول حاجة مش عايزين نشد مرة واحدة، لازم يبقى فيه سناكس، ولازم تبقى مثلا 2 برتقالة في الاول علشان الجسم لسه مش متعود على الدايت. بعد كده حوالي الساعة 4 بقى تعالوا عشان الغدا، كوباية من الشوربة، وكمان بولة من البطاطس، وكمان قطعة كبيرة من اللحمة، وكمان 4 معالق من الرز. عايزه اقول لكم ان وقت التصوير كده الشوربه بردت شويه، فالدسامه طلعت على الوش كده، فشلتها بمعلقه. شفتوا الدسامه اللي على الوش دي؟ بشيلها بمعلقه. وعايزه اقول لكم والله ما قدرت اكمل الاكل. البوله من البطاطس دي عباره عن بطاطسيه كبيره كده، وطبعا مستويه في الصلصه. عايزه اقول لكم ما قدرتش اكمل البطاطس ولا الرز. انتي كمان قبل الاكل اشربي كوبايتين من الميه، بتسد معاكي جامد وبتملى المعده. فانا اكلت نص الاكل ده والله، يعني اكلت قطعه اللحمه كامله، وشربت شويه من الشوربه، واكلت نص الرز ونص البطاطس. ما قدرتش اكمل والله علشان الميه سدت معايا. بعد كده طبعا الاوزان دي، الدايت ده للاوزان من 80 لبعد 100. فطبعا هما اللي يبداوا معايا كده علشان احنا الكميه دي كبيره. بعد كده هنقللها شويه عشان اول يوم في الدايت برضو. تعالوا بقى ما اقول لكم العشاء كان ايه. سلقت بطاطسيه كبيره كده، وبعد كده هرستها، وبعد كده نزلت عليها بخضره، ونزلت عليها كمان بطماطم وفلفل، وكمان شوية من الكمون، وكمان شعرة صغيرة من الملح، واقلبهم كويس جدا، وبعد كده اتعشى بيهم. طبعا انا مش هاخد معاهم عيش علشان انا في الفطار واخده ربع رغيف، وكمان في الغدا واخده كمية رز حوالي 4 معالق، وكمان بولة من بطاطس. فكده نشويات كتير، وكمان في العشاء في بطاطس نشويات، فكده مش هاخد كمان. طبعا لو هتاكلي فول في العشاء يبقى تاكلي معاه ربع رغيف عادي. بصوا بقى، طبعا احنا هنخس بالراحة خالص، بس هنخس بطريقة صحية. هتخسي من غير ما تحسي، هتاكلي كل اللي نفسك فيه بس بطريقه صحيه، وهتخسي معايا. يلا ابدأي، خلاص رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. عايزين نخس شويه قبل رمضان. والله الطريقه دي هتخسي بالراحه خالص، وفي نفس الوقت بطريقه صحيه، ومش هتتعبي بدون اي رجيمات كيميائيه ولا اي حاجه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا، وتابعوني علشان نخس قبل رمضان.